بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وصفتنا اليوم هي هذه السفيرية ولا المعقودة. نمر بطريقة التحضير والمقادير. هنا كانت عندي بطاطا كنت رفستها ما درت لها ولا إضافة، يعني ما درت لهاش زيت. درت شوية تاع معدنوس، شوية تاع زيتون أخضر وزيتون أسود، درت شوية كمون، شوية راس الحانوت والثوم يعني وملح. طبعا كنت خلطت كامل هذه المقادير مع بعضهم. يعني هنا البنات كإضافة تقدروا ديروا طون، لكن أنا ما كانش متوفر عندي، اكتفيت بهذا المقدور فقط. هنايا بعد ما خلطت كل المكونات مع بعضهم، سيت كيفاش نشكلهم ونحشيهم بالفرماج. أنا فرماج هنا البنات كان عندي فرماج مثلثات برك، ما كانش عندي هذاك المبشور تاع نابولي وشيدر. اكتفيت بهذا المثلث فقط. تقدروا يعني تحشوها بالفرماج، تقدروا تحشوها كان يقدر يحشيها بالبيض، لكن انا ما نحبش البيض، درت الفرماج احسن. شكلتهم الى اصابع، كاين بعضهم يشكلوهم تقدروا تشكلوهم الى كريات ايضا، لكن انا شكلتهم اصابع احسن. هنا بعد ما كملت الكميه اللي عندي، كانت عندي بيضه، درت لها شويه نتاع الملح وحطيت سفيريه نتاعي في البياض، حطيته في البياض البيض وفرينة. كاين بعض الاخوات اللي يحب يديرلها لي شابلوغ، لكن انا نفضل فرينة احسن. سيد كيفاش ندير معكم حبة ثانية وثالثة. هنا بياض عذرا، تقدروا تزيدوا له فلفل اسود، لكن انا ما نحبوش ثاني. اكتفيت بالملح ثاني برك. عندي فلفل اسود لكن حبيتش نديرو. هنايا كملت الكمية اللي عندي، يعني كملتهم كامل وخليتهم في الفريجدان يبردوا ساعة. هي كل ما بردت كل ما احسن، ساعتين 3 او اكثر، لكن انا كما عنديش الوقت خليتها في الفريجدان ساعة تبرد تماما وقليتها في المقلاة. هنايا بعد ما بردت لي، شوفوا البنات تحسوا الفرينة حطت، لكن عندي مش اشكال. هنا بعد ما حميت الزيت، لازم يكون ضروري زيت يكون حامي سخون بزاف، سينو مش راح تنجح لكم السفيرية وتتفتت لكم في المقلاة. هنايا كنت قليت حبات نتاعي تاع سفيرية، تعمدت اني نصوركم هذا الجزء باش تشوفوا الصح تاع الصح مش مفتة. هنايا بعد ما تحمر لي هذاك الجانب، كنت شوفوا بنات كيفاش نقلبها غير بشوية، ما نقلبهاش يعني بقوة والله. هنايا كل واحدة كيفاش تحب لونها، كاين تحب دير لونها ذهبي، كاين حمرة، كاين كيف كل واحدة وذوق. انا نحبها حمرة، تعطيني بنة، نحبها كيما هاك انا. هنايا بعد ما تقليها راح تلقاي فيها قشرة، هذيك قشرة تلقاها بزاف شابة، هذيك قشرة تجي من بياض البيض وفرينة. اذا كنت راح ديريها بلي شابلوغ ما كاينش راح تلقاي هذيك القشرة، بالعكس راح تلقاي شغل حرشة شوية. هنايا بعد ما تقلاولي وديت اللون اللي نحوس عليه، حسيت كيفاش نحطهم في هذا الورق البنات ننصحكم به. خير من بابي، يشرب الزيت اكثر من بابي. يعني هذا الورقة تصيبوها عند اللي يبيع الماعين. هنايا بعد ما حطيتهم، سيت كيفاش ندير دفعة ثانية، نحمرهم زين ونخلوهم يتقلاو في غروضهم، ما نبقاش نحرك فيهم باسكو اذا كنت نحرك اكيد مش راح ندي اللون اللي نحوس عليه. هنايا البنات بعد ما تقلاو لي وتحمروا لي، تعمدت اني نوريكم هذا المقطع. شوفوا البنات كيفاش نهزهم نورمال، مش مفتين والله، عادي. ما نزيت البنات ماهوش ما فيش الفرينة ياسر محروقة والله، يعني تقدروا تقلوا فيه الكمية اللي بقات من السفيرية. وهذا هو الشكل النهائي البنات. نتمنى انه عجبتكم ويعجبكم فيديو. اذا عجبكم فيديو ديروا لي جيم، اذا عجبتكم القناة ديروا لي اشتراك، ادعموا خيتكم. ادعموني بالاشتراك البنات. شوفوا البنات هذا الشكل النهائي، شوفوا ذاك الاحمرار ما شاء الله بنة ولا اروع. السلام عليكم.